كان ظهورك ليه طلة خاصة، وكانت المسلسل كان يعني هو البرايم، هو ده كان الذروة. ليالي متشاف الحلمية كان ده متشاف ومتشاف متشاف جدا، كده والناس بتستنى كل جزء رمضان اللي بالظبط. بعده. مين يا ترى المسابقة؟ يعني بحس ان كان في نوع من ان كومبيتيشن كده وتسابق بين الفنانين، وجيل يسلم جيل، يعني كل سنة صح. كل دي بيجي حقيقة. مجموعة اصغر اه ازاي كانت اتعرض عليك ليالي الحلمية؟ الليالي الحلمية كنت بعمل مسرح، مسرحية في مسرح الطليعة. فجي الله يرحمه استاذ عهدي صادق وربنا يديله الصحه استاذ صبري عبد المنعم، كانوا بيتفرجوا على المسرحيه. اه فجابوا امل اسعد تشوف المسرحيه، علشان اعمل انا دور ابن صبري عبد المنعم. اه تمام، الشخصيه بتاعت انا وروجينا اللي هم طالعين ايوه. ولاد، وكان علي حمدي. فعملنا. امل قالت تمام كويس قوي، انا هعرف احمد بعم اسماعيل. امم فجيت وقعدت معاه واتكلمنا وبتاع، فقال لي خلاص انت اللي ده هتعمل كان اول دور بعد مسرح، ولا كنت عملت حاجه في قبلها شغل، سواء بقى تلفزيون فيديو بقى اللي زي ما كانوا بيسموه في وقتها، او سينما؟ لا، كنت ده اول شغل اول على حاجه. كاميرا كان كله ليالي قبله الحلميه. مسرح. كله قبل مسرح. لما الواحد يبتدي مسرح، دي اهم من ان انت تقفي قدام كاميرا على طول. كاميرا هتقلقي، هتخافي منها. لكن المسرح المسرح سهل لك بيتقل. انك بيتقل. مع ان انا كنت قلقان جدا لما دخلت الاستوديو، استوديو 10، وشفت كم الممثلين اللي موجودين في صحيح، دي الحلميه. كانت مباراة فنية. مباراه الليالي فنيه. الحلمية ده كان مباراة فنية بين كل اللي كله موجودين، طبعا طبعا. الجيل الشاب اه والجيل الكبار. بس هي ميزه في الحلميه ان احنا يعني ايه، تحس ان احنا كنا عيله واحده. يعني فعلا. زمان كنا بنقعد البريك كله بياكل مع بعضه. تمام، في الاستوديو تحت هنا. كله بياكل مع بعضه، وكله قاعد وقت البريك كله بياكل، مفيش حد بقى بياخد اكله ويقعد اوضته. لا لا، ما كل فيش الناس بقى بتوع كل لا مجموعة والسوبر خالص. ستار هنا لا 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 والستارز هنا لا، مش والتانيين، ما موجود كانش ده في فيه قطاع كلام. الانتاج كان وقت. اه كله بياكل مع بعض في وقت واحد. ويعني حتى الله يرحمه استاذ ممدوح عبد العليم. امم كان على طول دايت، هو دايت. فهو اكله اللي هو فاكهه. تمام، اه فحتى يجيب اكله ويقعد معانا. ويقعد مع كل كرو والناس وطول ما هي بالظبط شغاله. بالظبط. بس التصوير بقى اللي قدام الكاميرا، قلت لي كنت متوتر طبعا. وكده، اه المشاهد والمجموعه، وكان معاك ناس من سنك وناس اكبر. كان قول روجينا لي يعني الكواليس دي كانت عامله ازاي، واصدائها كمان لما نزلت بقى، اول عمل ليك كان في ليالي الحلميه. اول مره. وانا خارج من التلفزيون كنا بنصور في رمضان، يعني احنا كان ايوه المسلسل كان. بيتعرض وكنا على الهوا بنصور. فخارج من باب من باب 4 هنا، من باب فلقيت الناس واقفه وبتسلم، يعني الناس اللي معديه بتبص وبتنده لي باسم عارفينك الشخصيه. باسم الشخصيه باسم خلاص. الشخصيه. ما مش عارفين اسمي، فبس عارفين وبيسلموا فقلت الليالي الحلميه ديت موضوع الناس بتتفرج عليه بشكل زي ماتشات الاهلي والزمالك، كانت بتقعد تتفرج على الماتش. بالتفاصيل، التفاصيل بكل بالظبط. دور، بكل شخصيه بالظبط باسمها، يعني بيرتبطوا بيه بشكل. فالناس فاكره ان الممثلين اللي في المسلسل وقاعدين بيتفرجوا، فعشان كده انا طبعا رد فعل ده فرحت بيه جدا. يعني ده حصل في حاجات تانية زي مسلسل سلسلة دم مثلا. كانت الناس اه بتوقفني في الشارع علشان تسألني هتعمل ايه مع العمدة، مع رياض الخولية، مع عبلة يعني هتعمل ايه، هتقعد. كانت الناس بتهتم بالتفاصيل دي، لانه مسلسل اتشاف كويس برضو. سلسلة دم انا كنت معاهم في الجزء الاولاني، فالحمد لله برضو اتشاف بشكل كويس، فالناس كانت بتوقفك عشان ده. وانت يا راجل؟ انا بقى مهندس كمبيوتر في شركه امريكاني فاتحه في مصر من سنه واحده.